مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لما كنا قد بدأناه من ذكر محاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان يحب عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة. واليوم سنتحدث ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. فكان أول من يحبها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة بنت خويلد المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني دعونا نستمتع بهذه الروايات الجميلة بقراءة وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي عاشت هذا الجو. طبعا لا يخفاكم تاريخ خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنها أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأول من نصرته، وأول من أيدته، وهي التي أخذته بيده الشريف صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهي التي قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. وكانت عاقلة جازلة أو جزلة، حتى أهل اللغة لا يعيبون علينا، جزلة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت كريمة، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الولد، وهي التي الوحيدة حسب علمي القاصر وصلها سلام من رب العالمين. الله، شوف هذه المنقبة، أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت من قصب، ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا خصب ولا صخب، عفوا ولا صخب. الصخب هو رفع الصوت، والنصب هو التعب. وهذا الجزاء لكونها هيأت لزوجها الكريم صلى الله عليه وسلم كل الظروف الطيبة من مال وجاه وحسن معاشرة وحسن تفاعل. خديجة، الله، من مثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ ولذلك اختارها الله عز وجل على علم، اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. لو يعني قسناها في هذا اليوم فإنها تكون من إحدى سيدات الأعمال الصالحات المحجبات العفيفات الطيبات، ذات حكمة عالية، إما أميرة وإما يعني ذات منصب جليل، لأن كانت لها أيضا في قريش مكانة عظمى، خديجة بنت خويلد. المهم، اسمعوا ماذا تقول عائشة في خديجة. تقول: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها وإني لم أدركها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. رأيتم؟ هكذا يكون الوفاء من الأزواج لأزواجهم، ومن الزوجات لزوجاتهن بعد الوفاة. يا سلام، انظروا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة قال: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، يعني حتى صديقات زوجاته لم ينساهن صلى الله عليه وسلم، لعظم هذا الحب ولتجذره في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى امتد ووصل
إلى صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: فأغضبته يوما فقلت: خديجة، هكذا شوف، فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، يعني خديجة رضي الله عنها وارضاها. شوفوا، وهذا يدلنا مشاهدي الأكارم ومشاهداتي الكريمات أن الحب رزق من الله. الحب أنت لا تستطيع أن تجعله في قلبك أبدا. أنت تحبين زوجك، أي هذا من الله، وأنت تحب زوجتك، أي هذا من الله سبحانه وتعالى، ليس منك. ولذلك من لديه زوجة وثانية وثالثة ورابعة لابد أن يحب واحدة أكثر من البواقي. ذات يوم لا أدري ما صحة الحديث، لكن يرونه مشايخنا أو مشايخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل زوجة من زوجاته درهما ثم جمعهن، فسألنه: من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ فقال: تلك التي أعطيتها درهما هي أحب النساء إلى قلبي. الله 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 على هذا التوجيه النبوي الكريم. وكل واحدة معها الدرهم، فظنت أنها هي أحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، فعلا التي يحبها بينهن وفي يدها أيضا الدرهم. أرأيتم هذا الحديث الماتع مع النبي الكريم الحكيم الذي يعني يقدر المشاعر ويقدر القلوب. ما قال: لا أنت ما لا أحبك، أنا أحب فلانة. إيش حب؟ ما لا أحبك أنت ولا أبدا، لا زلت صحيح إنسانة طيبة، ولكن أما الحب لا لا لا, لا. ما كان هذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم في كسر الخواطر، وإنما كان خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام جبر الخواطر. هذا هو نبينا، فلنفخر به معاشر المشاهدين والمشاهدات. هذا هو نبينا، فليرينا العالم أنبياءهم ورسلهم إن كانوا صادقين. ليس لهم رسول إلا هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: وفي رواية قالت يعني عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولدا، وكان لي منها ولد، صلى الله عليه وسلم. انظروا، وهذا أيضا من الخلق النبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضائل زوجاته ومكانتهن، ولا يخفيه عن الناس، بل يذكره ويذكرهن بخير. هذه سنة لا تكاد تسمع أحد يثني على زوجته إلا قليل. يعتبرون بعض الناس هذا عيبا أن يتكلم عن زوجته، وهذا إمام الأمة صلى الله عليه وسلم ورسولها وقائدها يتحدث عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، بينما تجد العشاق بالحرام ربما تحدث عن زوجته وكتب لها الشعر والنثر وكتب لها الكلمات، والناس تأخذ هذه الأبيات وتثني عليها خيرا وتتناقلها، وهو أيضا عشق حرام، عشق حرام لا يحبه الله ولا يرضاه. بينما أنك تتغزل بزوجتك وتخبر الناس بحبك لها وتخبر الناس بعظيم احترامك وتقديرك، فإذا كان لها مناصب طيبة تذكرها، وإذا كان لديها عيوب تسترها، هذا عيب عند الناس.
يقولون إيش هذا، ما عنده إلا هذه زوجة يقول يحدثنا عنها. يا أخي لا، هذه السنة النبوية الكريمة. تحدث يا أخي، خلي يعني أعطي مشاعرك التي في الداخل، تحدث بها عن الناس كل ما سنحت الفرصة. قل يا أخي أم فلان جزاها الله خيرا من خيرة النساء، تعمل لي هكذا وتعمل لي هكذا وتعمل لي هكذا. نعم، أحيانا قد يكون لا ينبغي إذا كان أمامك ممن هو بينه وبين زوجته مشاكل، فيحصل أنه يعني يغار ويتأسف كثيرا ويحصل منه في هذا، لا، ليس من الحكمة. هنا من الحكمة ينبغي أن تقول يا أخي كل النساء هكذا، أنا أيضا أجد من زوجتي كذا وكذا، يعني تعطيه بعض العيوب ولربما يهدأ حتى لا يعني ينفصل بينه وبين زوجته. على كل حال هذه الأمور تحتاج إلى حكمة دقيقة، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كنا نشرح كلمة وكانت، يعني كان يذكرها بخير، ثم قال وكان لي منها ولد. وهذه القضية مشاهدي الأكارم اجعل تحتها 2 أو خطين أو 3. كثير من الأزواج ربما يعني لا يجد الخلق الطيب والتعامل الحسن وأيضا المحافظة على الهيئة والجمال والطيبة، ربما لا يجد هذا، ولكن تكون زوجته ولودا. فإذا كانت الزوجة ولودة وتلد كثيرا والله عز وجل رزقه منها الولد الطيب، فكفى بها فخرا وكفى بها مكانة. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لي منها ولد. الولد المعني به الذرية، سواء كانوا إناثا أو ذكورا. فإن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنجبت زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة وعبد الله والقاسم، أو القاسم عبد الله، أولا القاسم ثم عبد الله، 6 أبناء أنجبتهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تلد ولا واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أبدا إلا ماريا القبطية، وكانت جارية أنجبت له إبراهيم عليه السلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في إبراهيم لو عاش لكان نبيا صديقا نبيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن النبوة قد ختمت بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أي ربما يؤول الحديث أنه يكون في منزلة الأنبياء وفي منزلة الصديقين، وأنه سيكون ذا رفعة عالية. لعل هذا هو المعنى، والله أعلم. يا سلام، ما زلنا نتحدث عن هذه المرأة العظيمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، ويعني ذكرنا سبب هذا الحب العظيم. أولا هو هبة من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها. ثانيا لكون لسابقتها في الإسلام ولنصرتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خديجة. ومن بعد خديجة تأتي في الدرجة الثانية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بلا شك ولا نزاع ولا خلاف بين أهل العلم أن عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق الحميراء رضي الله عنها وأرضاها كانت من أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر هذا الحب ولا يخفيه، يظهر هذا الحب ولا يخفيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة، وذكرنا هذا الحديث في الدروس السابقة. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرج من ذلك. وهذه سنة كما قلت لكم بصراحة هي تعتبر سنة خافية، لا أحد يذكر الزوجة بخير، لا تكاد تجد أحد يذكر زوجته بخير، والله المستعان، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله.
ولذلك أكرر وأقول لما ترك الناس هذا الهدي النبوي انجرفوا إلى ما خالف الله عز وجل من العشاق والعشيقات، ويتراسلون بعضهم بعضا، وأيضا يعبرون عن حبهم وعن عشقهم بعضهم بعضا. أما بين الزوجات والأزواج فلا تكاد ذلك حقيقة موجود مع الأسف الشديد، إلا من رحم الله. إلا من رحم الله هو الذي يعبر عن حبه لزوجته وهي تعبر عن حبها لزوجها. أما بقية الناس للأسف خلاص يعتبر أن الزوجة مهمتها أنها تكنس وتنظف وتطبخ وكذا، وفي الفراش يأخذ وطره منها ثم يرحل، وهي ترى أن مهمته أنه يذهب إلى العمل ويجتهد في العمل ويأتي بالأرزاق وانتهينا. لا، الحياة الزوجية ليست هذا، وإنما هي مشاعر وحب وأنس. وأنتم سترون كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجو المشاعري الجميل. أين روميو وجوليوت؟ ولا أين مجنون ليلى؟ ما اسمه؟ والله نسيت اسمه. مجنون ليلى نسيت اسمه، لا إله إلا الله. أيوة، قيس بن ملوح اسمه قيس بن ملوح مجنون ليلى، الذي كان يتكلم عنها حديثا عجيبا. هذا الحب ليس جائزا أبدا. الحب الطاهر، انظروا إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، هذا الحب الذي يعتبر هو رسالة، هو حب وفي نفس الوقت رسالة لجميع المحبين من الأزواج والزوجات. يا أختي عبري عن حبك لزوجك حتى لو لم يتبادل. تقول يا أخي أنا أقول له يا حبيبي يا كذا، ولكن ما يتبادل، عساه ما تبادل. أنت عبري عن حبك واملئي هذا القلب بالحب. وكذلك أنت أيها الزوج عبر عن عظيم حبك لزوجك حتى هي لم تتفاعل، تقول عمرها ما قالت لي يا حبيبي، يا أخي اتركها هي الخاسرة. لكن أنت عبر عن عظيم حبك الذي في قلبك لزوجتك، يعني تحبب إليها، تودد إليها، أذكر جميع كل ما في قلبك من حب وعاطفة صادقة جياشة أذكره لها. والله هذه العاطفة ستحيي هذه المشاعر الذي في قلبها ولا بد. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أن يعني من شدة معرفة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، الهدايا التي يقدمونها يؤخرونها حتى يضعونها في بيت عائشة يوم عائشة، يؤخرونها ويقولون متى النبي عليه السلام عند عائشة؟ يقولون يوم فلان، إذن ينتظرون. فإذا كان النبي عليه السلام عند عائشة قدموا الهدايا. شوف ماذا حدث في زمن النبوة بسبب هذه القصة. دعونا نترك المجال لعائشة هي تحدثنا. تقول: عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة. يا سلام، شوف، وهذا ما يحصل بين الضرائر. تقول لك كان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على حزبين: الحزب الأول عائشة، حفصة، صفية، سودة. وما الحزب الثاني؟ قالت: الحزب الثاني سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أجملتهن، نحن نذكرهن هنا الآن. يلا ساعدوني. عندنا أم سلمة، وعندنا ميمونة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وجويرية رضي الله عن الجميع، وأم حبيبة. هذول كم صاروا؟ 9. هم 9 نسوة أو 11 نسوة إذا أدخلنا معهم ماريا القبطية رضي الله عنها وارضاها وريحانة، يكون 11. إذا نعيد مرة ثانية: أم سلمة، وجويرية، وميمونة، وأم حبيبة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وماريا القبطية، وريحانة.
فهذول حزب مقابل حزب ثقيل، يعني حزب عائشة ثقيل، عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وصفية بنت حيي بن أخطب أبوها نبي وزوجها نبي، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبوها أقصد من الآباء، جدها أظن الرابع نبي. وسودة بنت زمعة هي أول من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، وأعطت يومها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن كانوا حزبين، وهذا يقع بين الضرائر كتبه الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الغيرة على النساء، إن الله كتب الغيرة على النساء. مشاهدي الأكارم، فكان المسلمون يعني قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فكانت عند أحدهم هدية، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ نذكر ذلك بعد الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم. كنا في حديث ماتع مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تذكر لنا الموقف الذي حصل بينها وبين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كون الصحابة ينتظرون بهداياهم حتى يكون يومها، ثم بعد ذلك يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ قالت: فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها، يعني الحزب الذي ذكرناه ما عدا عائشة وحفصة وصفية وسودة، الحزب الآخر كلموا أم سلمة. ماذا قالوا؟ فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه، يعني أعيدي عليه الكلام. قالت: فكلمته حين دار إليها، يعني دار في البيوت وجاء يومها مرة ثانية أو ثالثة كلمته. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، هذه مرة ثانية. فسألنا فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها. هذا معناته بعد 9 ليالي. شوفوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام يمر على 9 نسوة، ليلتان منهما لعائشة. ليه؟ لأن سودة تنازلت بليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها. الله أكبر، الله أكبر. هذا حرص من سودة حتى تكون ضمن حزب أمهات المؤمنين، فرضي الله تعالى عن سودة وأرضاها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبيت عند عائشة ليلتين، وعند حفصة ليلة، وعند صفية ليلة، وبقية نساء النبي عليه السلام 7. فهذه فيدور على النساء بعد 9 ليالي تقريبا أو 11 ليلة. يعني أنت تعد 9 ليالي، في اليوم العاشر يكون عند أم سلمة. رأيتم؟ اليوم العاشر يكون عند أم سلمة، يعني مر شهر لهذا الموضوع، حوالي شهر. ففي المرة الثالثة قالت له في المرة الثالثة فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها:
لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. الله الله يصطفي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى، ويخلق ربك ما يختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ويخلق ربك ما يشاء ويختار، فاختار الله عز وجل عائشة. ولذلك الوحي لم يكن لينزل على فراش امرأة من نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الفراش. والمعنى ليس أنه أثناء الجماع، لا، المعنى حتى مجرد الفراش لم يكن ينزل إلا عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا دليل على طهارتها وعفتها ومكانتها العالية. وأيضا لا يعني أن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكن أطهارا، بل طاهرات عفيفات مؤمنات ثيبات رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. لكن هذه منقبة يختص برحمته من يشاء، نسأل الله من فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. يا أخي لا تحسد الناس، اسأل الله من فضله. واحد راتبه عالي وأنت راتبك متدني، لا تحسدوا، وإنه قل يا رب أعطني كما أعطيت فلانا أو خيرا مما أعطيت فلانا، اللهم بارك لفلان راتبه وماله وارزقني وأنت خير رازق. هذا هو طبع المؤمن، لا تتمنى زوال النعمة من أخيك. رأيتم؟ ولذلك هنا هذا المقام الكبير لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان جبريل ينزل على فراش امرأة إلا عائشة. فقالت، ماذا قالت أم سلمة؟ انظر أيضا إلى الأم المؤمنة حينما تنظر أن الموضوع تعدى حدود الله، لا تمسه أبدا. إذا كان مجرد غيرة، نعم المرأة تغار، لكن حدود الله إذا انتهكت، لا، المرأة المؤمنة لا. أما المرأة الضعيفة، نسأل الله العافية والسلامة، التي تحتاج إلى توبة واستغفار، هي التي تمس حدود الله. اللهم اعف عنا وعن نسائنا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، آمين. ماذا كان موقف أم سلمة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذيني في عائشة؟ فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. يا سلام، أعلنت توبتها، مسألة عظيمة. هذا رسول الله. وأيضا لا يعني أن الزوجة يجوز لها أن تؤذي زوجها حتى لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن عنده الرسالة النبوية، أنه مجرد زوج. من أباح لك أن تؤذيه؟ من أباح لك؟ هذا الزوج يجب أن يقدر ويحترم، وأن الأذية لا تجوز حتى لا تزوج عليك الثانية والثالثة والرابعة. الزمي حدود ما أنزل الله. قالت أم سلمة: أتوب إلى الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. مسألة خطيرة فيها لعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. لكن لا نستطيع أن نقول أن كل امرأة أذت زوجها هي ملعونة، لا، ما نقول هذا. لكن كل امرأة أذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونة، نعم، بنص الآية النبوية الكريمة. فماذا كان من هذه الأم الطيبة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، التي لما جاء النبي عليه السلام يتزوجها قال لها: يا أم سلمة، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لما مات زوجها أبو سلمة. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ يا سلام. أيضا هذا فيه حب المرأة والثناء على زوجها، تثني على زوجها التي عاشت معه. يعني بعض النساء تقول كلام فارغ، تسمع في الميديا كلام سيء، نسأل الله العافية والسلامة. حتى لو كان الرجل سيئا لا ينبغي للمرأة أن تقول هذا الكلام. والله أستحي أن أذكره بين مجالسكم مشاهدي الأكارم ومشاهداتي الكريمات. فانظروا إلى أم سلمة تقول: ومن خير من أبي سلمة؟
ثم طاعة لرسول الله قالتها، فقالت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكان خير من أبي سلمة وأهله وقبيلته رسول هذه الأمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل، ورضي الله على أبي سلمة ورضي الله على أم سلمة. يا سلام، الحديث ماتع حينما أنت تتحدث عن هذه الشخصيات العظيمة التي أحبها الله عز وجل ورضي عنها. فقالت: أتوب إلى الله من آذية رسول الله. ونحن نريد أيضا أن تعلن المرأة توبتها من آذية زوجها، فتقول: أتوب إلى الله أن أؤذي زوجي بعد اليوم. نكمل حديث عائشة. قالت: ثم إنهن دعون فاطمة ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لم ينتهي بعد، يعني بعد ما يئست أم سلمة ويئسن منها وتابت إلى الله أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزب ما زال يغلي وما زال الأمر فيه يعني إشكال، فاجتمعنا واخترنا فاطمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه، تستأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي. مضطجع معي في مرطي يعني كان النبي عليه السلام مضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا سلام يا سلام. طبعا هذه جلسات حساسة خاصة بين الزوجين، ما نقلت لنا إلا لنتعلم. انظر إلى هذه الجلسة الرومانسية الطيبة، الزوج مع زوجته في مرطها، يعني في لحاف من لحافها رضي الله عنها وارضاها. فقالت، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام مضطجع وعائشة معه وفاطمة واقفة. فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. لا إله إلا الله. يعني حتى ما قالت في عائشة، إنما قالت في ابنة أبي قحافة. أبو قحافة هو جد عائشة، والد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا أدري لماذا لم تذكر عائشة ولم يذكر أبو بكر، لأن هؤلاء لهم مكانة عالية عند الله عز وجل. فإذا ذكرت هذه المناقب فلا يصلح مع هذه الشكوى التي تقدم، فنسبتها إلى جدها. انظروا كيف الغيرة مصيبة تؤدي بك إلى خطر عظيم. انتبهي يا أختي، انتبهي يا أختي الكريمة من الغيرة، حتى لا تؤدي بك إلى ما لا يحبه الله ويرضاه. قالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. يعني عائشة تقول: وأنا ساكتة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحب هذه، يعني عائشة. يا سلام. قال: فأحب هذه، يعني مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها، يعني الحزب، شوف الرد: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. والله قسم
لا أكلمه فيها أبدا. يا سلام، توقف عند حدود الله. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة أحب هذه. خلاص، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. الحزب ما زال يغلي أيضا من الغيرة، لم يتوقف. فمن انتخبوا منهن؟ احنا قلنا في الحزب فيه أم سلمة، وفي زينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وفيه ميمونة وجويرية. يعني برضو حزب تقيل، ما هو سهل. نعم. فأرسلنا زينب بنت جحش، انتخبنا النساء زينب بنت جحش. قالت: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الوفاء. شوف عائشة، رغم أن هذه ضرتها، أخواتي الكريمات، يا من يعني تزوج عليكن أزواجكن، انظروا إلى هذه الأم الطاهرة العفيفة الغيورة أيضا على زوجها. انظروا كيف تتحدث عن ضرتها، تتحدث عن أقوى ضرة ضدها. شوفوا، قالت: وكانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تساويني. وإن كانت عائشة أحب منها قليلا، إلا أن هذه كانت لها منزلة أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش، وكفى بها منزلة أن الله اختارها لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة ما هي سهلة، يعني كون الله عز وجل يختار لنبيه ما يختار إلا صاحبة المنزلة الرفيعة. ولذلك كانت تفتخر زينب تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات. قلوب متعلقة بالله، قلوب تعرف من هو الله، قلوب عظيمة. مشاهدي الأكارم ومشاهداتي الكريمات، قالت زينب رضي الله عنها وأرضاها، قالت عائشة: وكانت تساميني في المنزلة، تقول: ولم أرى امرأة قط خيرا ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. رأيتم هذا المدح العظيم؟ ضرة تمدح ضرها. يعني اليوم نسمع: الله يلعنها، الله يقلعها، هذه خربت بيتي، أخذت، الله يلعنها، الله. أعوذ بالله يا أخي، ليس هذا والله بأخلاق المؤمنات. أنت ما تحبيها، اسكتي، طيب امسكي لسانك. ليش اللعن والسب وتعدي حدود الله؟ أين المخافة الله يا أخواني؟ والله أصبحنا لا نخاف من الله كما ينبغي، ولا نخشاه كما ينبغي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قدرنا الله حق قدره. ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا جماعة، نحتاج أن نراجع أنفسنا، نحتاج أن نستغفر ونتوب، نجدد التوبة دائما، نجدد التوبة. مصيبة والله عدم التعدي. الله يلعنها، الله كذا، هذه وهذه. من أباح لك أن تلعنيها يا أختي؟ من أباح لك أن تلعنيها حتى لو كانت ضرتك؟ نستغفر الله ونتوب إليه. فانظروا هذا المدح من عائشة لزينب بنت جحش التي تساميها في المكانة، مدح كبير. أيضا في المقابل زينب بنت جحش لما اتهمت عائشة رضي الله عنها وارضاها في عرضها، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل زينب بنت جحش وهي ضرتها، فربما يجد منها شيئا، ربما تخبره عن سر، ربما اليوم يوم زينب ضد عائشة، اليوم
ضدها. فماذا قالت زينب؟ قالت أحفظ سمعي وبصري لا أعلم عنها إلا خيرا. هذا التقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا مؤمنات يا صادقات يا من ابتليتن بزوجات وتعدد، أين التقوى؟ أين مخافة الله يا أخواتي؟ أين مخافة الله؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو البغض والكره. رب العالمين يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. ولذلك شوفوا زينب بنت جحش هذه لما شاورها النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة قالت كلاما طيبا، حفظها الله عز وجل لشدة تقواها، لذلك الله اختارها. ما اختارها الله عبثا، لذلك الله عز وجل اختارها. كان فيها حدة وشدة. الكنترول يقولون انتهى الوقت والقصة ما انتهت. يا كنترول نستلف منكم دقائق فقط حتى نكمل، جزاكم الله خير. قالت فذهبت زينب حتى استأذنت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها. أيضا هذه المرة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكي على فخذها، على فخذ عائشة، وأحيانا عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على فخذها. انظر هذه الجلسات المتنوعة الرومانسية التي تدل على المحبة والتلطف والحب. يعني مارسوا هذا مع زوجاتكم. لا يجلس الرجل في مجلس والمرأة تجلس هناك في آخر المجلس. ليش يا أختي؟ هذا زوجك، اقتربي منه، اقتربي منه يا أختي، وأكليه وشربيه ومارسي معه كل وسائل الحب يا أختي. الله يجلس الزوج هنا والزوجة هناك، ليش يا أخي؟ ليه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجلسات الحقيقة يحتاج هذا الموضوع إلى بحث. جلسات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أين كان يجلس منهن، حتى نتعلم، حتى نعرف أن هذا الدين دين فطرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لإشباع الفطر ولكن بطريقة التي يحبها الله. قالت فذهبت زينب حتى استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها، يعني على لحاف في السرير. فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي. مش قلنا إن زينب كانت فيها شدة؟ وقعت في الخصام مع عائشة، وقعت أنت وأنت وأنت، فاستطالت علي يعني زودتها شوي. قالت عائشة وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه. الطرف هو العين، يعني تراقب هل ترد أو لا ترد، هل يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد أو لا، هل يأذن لي فيها. فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. يا سلام. وهذا أيضا خلق نبوي، أنه لا يتدخل بين الضرات إلا إذا انتهكت حدود الله. أما هذه أذت هذه فلا يتدخل بين الضرات عليه الصلاة والسلام. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، نظر النبي إلى عائشة التي هي معه في اللحاف، وتبسم يعني كأنه رضي، ثم قال إنها بنت أبي بكر. يا سلام. زينب تقول ابنة أبي قحافة، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أبا بكر فيقول ابنة أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. انتهت القصة بهذا الجو الرومانسي والحب، وهذا الخلاف الأسري الجميل الذي هو يحصل حتى في بيت النبوة. فلا نتضجر ولا نحزن إلا إذا انتهكت حرمات الله، فحيناك نرفع راية التوبة كما رفعت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم ارض عن زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا
وجميع نساء المسلمين. اللهم أصلحن وارزقهن الحشمة والعفاف. اللهم ارزق زوجات المسلمين الحشمة والحب والعفاف لأزواجهن يا رب العالمين. اللهم اهد أيضا أزواج المسلمات، اللهم أصلح واهد أزواج المسلمات واجعلهم يا رب العالمين صالحين لأزواجهن يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عنا أجمعين يا أكرم الأكرمين. اجمعنا برسولنا الكريم في أعلى عليين، وأنت جواد كريم تسمع الدعاء وترى مكاننا وتسمع دعاءنا، فاستجب لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.